السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من مطبخي مطبخ أم يارا. إن شاء الله إحنا وصفتنا جميلة جدا النهاردة. هنعمل مع بعضينا كيكة الشوفان بالجبنة. أي نوع جبنة أنت حابة تحطيها في الوصفة دي هتعجبك جدا. وكمان الشوفان معروف من الحبوب الصحية جدا، اللي هي بتساعد المعدة على إن الواحد ما ياكلش كتير من أكلات يعني وكده. فالشوفان صحي جدا، وكمان انت ممكن تعمليه في اغلبية اكلاتك لو انت حابة. ومن عشاق الشوفان كمان هما بيحبوا الشوفان جدا جدا. فهنتكلم بقى عن وصفتنا النهاردة. انت طبعا هتعملي الكيكة الجميلة دي تاكليها على الفطار، ممكن تاكليها على العشاء. سهلة جدا، والمقادير بتاعتها بسيطة جدا. فهتعجبك ان شاء الله. اهم حاجة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل وصفاتي. هنبتدي مع بعضينا الوصفة. هنجيب اي حاجة غويطة، اي بولة غويطة يعني، وهنحط فيها 4 بيضات زي ما انت هتشوفي دلوقتي. وهتضيفي عليها كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وعليها برضو نص معلقة صغيرة من الملح، يعني حسب انت مثلا بتحبي قد ايه كمية الملح والفلفل الاسود في الوصفة دي. هتجيبي معلقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة زي ما انتي حابة، الموجود عندك يعني المتاح. وهتجيبي 3 معالق من الزيتون المقطع اسود أو أخضر زي ما بتحبي، و3 معالق برضو كبار من اللي هو الفلفل الألوان. هتقلب المكونات دي كلها مع بعضيها. هتقلبيها كويس خالص لغاية ما تختلط الخليط كله مع بعض، يعني يتجانس الخليط كله مع بعض. بعدين هتجيبي بقى زي ما قلتلك اي نوع جبنه انت حابه تحطيها، خزين او براميلي او قريش او اي حاجه. ممكن كمان كريمي لو انت حابه. وهتجيبي 3 معالق كبار من الجبنه القريش او اي جبنه تاني. انا عملت جبنه قريش عشان خاطر حبيت ان تكون الوصفه صحيه 100%. طبعا شوفان ومعاها جبنه قريش، فهتبقى الوصفه معانا صحيه خالص. هتجيبي بقى شوية من الخليط اللي انتي عاملاه دي، حوالي معلقة او معلقتين، وهتقلبيها. وبعدين هيطلع بالكمية اللي انت شايفاها دي، هتحطيها وهتقلبيها كلها مع بعضيها. الوصفة دي يا جماعة صحية جدا والله، جميلة جدا زي ما قلت لكم، وسهلة جدا، وكمان خفيفة على المعدة. يعني مش بتقل معاكي وقت العشاء او اي حاجة. بعد ما قلبتي المكونات كلها مع بعضيها بتجيبي كوباية من الشوفان العادي وهتطحنيه. هتطلع برضو النسبة كوباية. وهتجيبي نص معلقة كبيرة، يعني حوالي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. احنا ايه، مش هنزود البيكنج باودر خالص عشان انا مش عايزاها كيكة عالية، مش عايزاها لانها دي تعتبر عشاء، فانا مش عايزاها كيكة عالية. هنقلب المكونات كلها مع بعض زي ما انت شايفة كده، وهتبقى بالقوام والشكل اللي انت شايفاه ده. هتجيبي بقى اي قوالب انت حباها، مثلا قوالب الاير فراير، او قوالب السيليكون مثلا لو عايزه تدخليها في الميكروويف. هتجيبي، انا جبت قوالب اللي هي بتاعه الكب كيك، يعني قالب كده بتاع الكب كيك، وحطيت فيه اللي هو الورق بتاع الكب كيك. ولو حابه ان انت تدهني الورق ده ادهنيه، لو مش حابه حطيه زي ما انا حاطاه كده. بعد كده هتجيبي شويه من الكميه وهتحطيها. طبعا مهما ان انت علتيها الكميه علتيه ولا اي حاجه، مش هيعلى معاكي لاني انا مش مزوده البيكنج باودر فيها. يعني مش حاطه كميه كبيره من البيكنج باودر عشان انا مش عايزاها كبيره خالص يعني. هتحطي المكونات دي كلها كده هو، وكمان هتديها خبطتين كده عشان لما تيجي تدخليها في الفرن. بالنسبه للفرن يا جماعه هنشغلها على 180 لمده 30 دقيقه. هتحطي بقى عليها، وطبعا الفرن دي تبقى معموله مسبقا، يعني تشغليها قبل كده قبل ما تبتدي الوصفه، لانه الوصفه سريعه جدا وهتعمليها انتي وقاعده كده بالظبط. بعدين هتجيبي شويه من الطماطم عشان احنا محطناش طماطم، حبينا بس احنا نحطها من فوق كده في التزويق. وحطينا فلفل الالوان وحطينا زيتون المقطع زي ما انت شايفاها. لو انت حابه ان انت تحطي كمان معاها حبه البركه هتبقى حلوه خالص وصحيه 100%. بتاخدي بقى الخليط وبتدخليه الفرن. انا بقى معايا القالب الصغير دي، دهنته كده بالزيت على خفيف، وبعد كده حطيت فيه بقيه المكونات اللي انت شايفاها دي، يعني بقيه الخليط اللي انا عاملاه في القالب الصغير ده.
وبعدين حطيت عليه شوية اضافات برضو زي ما عملت مع الكبات الصغيرة، وحطيت عليها الطماطم المقطعة صغيرة جدا، وحطيت عليها زيتون كمان وفلفل الوان، وكمان ضفت عليها معلقة صغيرة من السمسم زي ما انت شايفة. ولو عندك حبة البركة تحطيها عشان تبقى جميلة جدا وصفة معاكي. انا ما كانش عندي الصراحة حبة البركة، فروحت حطيت سمسم مع المكونات دي. وكمان زودت عليها، انا بحب عليها يعني الفلفل الاسود يكون زايد شوية، فحطيت حباية من الفلفل الاسود وطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتديله خبطتين كده وبعد كده بتدخليه الفرن. طبعا انتي عند 20 دقيقة كده بتبصي في الفرن، يعني هي بتاخد تقريبا حوالي نص ساعة 30 دقيقة. عند 20 دقيقة بصي عليها وشوفيها اذا كانت استوت ولا لأ. ولو محمرتش من فوق شغلي الشواية عليها من فوق، وهتطلع بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. انا صراحة ما شغلتش الشواية، انا استنيت 30 دقيقة بالظبط وطلعت بالشكل واللون اللي انت شايفينه. وكمان جبت خلة السنان عشان اعرف اذا كانت، او اي نوع خلة يعني، عشان اعرف اذا كانت هي استوت ولا لا. وانا وريتها لكم ان هي ايه، ما طلعتش معاها العجين ولا حاجة، فهي استوت، اخدت معايا 30 دقيقة بالظبط. وانا عملت منها الكبات زي ما انتوا شايفين كده، وعملت منيها القالب الصغير دي. وكان الصراحة عشا بسيط جدا. هو بيحبوه اكتر عشاق الشوفان، اللي بيحبوا الشوفان في الاكلات بتاعتهم هيعرفوا قيمة الوصفة دي، ان هي سهلة جدا وصحية جدا جدا. وانا عايزة اقول لكم ان كمان الوصفة دي انت ممكن تعمليها على الفطار. هتبقى جميلة جدا معاكي ان انت تعمليها الصبح مثلا على الفطار ولا حاجة. هتشبعك جدا لانها هي وصفة غنية، يعني حلوة جدا بالحاجات الكتيرة الكويسة فيها، زي جبنة القريش مثلا، وزي الشوفان المطحون اللي احنا طحناه وعملناه. احنا طبعا معروف ان الشوفان بيبقى حلو جدا في الحوادق، يعني مش الحوادق، لا، حلو جدا في الحلويات اكتر من الحوادق. يعني ممكن تعمليه زي ما عملت لكم قبل كده، عملت لكم بيه بسكوت الشوفان. كان جميل جدا وصحي جدا جدا، وان العيال ياخدوه معاهم حتى المدارس او الكليات. فكانت جميلة بصراحة. زي ما انتم شايفين كده اتقطعت معايا بكل سهولة. والمثلث الواحد من دي هشبعك، يعني انتي مثلا مش هتحطي كتير على العشاء. يا دوبك مثلث او مثلثين لو انتي يعني نفر واحد او واحد بس اللي بياكل يعني، فرد واحد، فممكن ان انتي تحطي مثلث او مثلثين بس هتشبعي جدا، ومش هتحتاجي ان انتي تاكلي اي حاجة تانية وراها. وبرضو انتي لو عاملة تكميم معدة، الوصفة دي هتبقى معاكي كويسة جدا، مش هتخليكي برضو ان انتي تاكلي كتير. طبعا انا عايزة اقول لكم ان احنا لو وصلنا لغاية هنا مع بعضينا في الوصفة، يعني اهم حاجة انتوا تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا لي زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وتشيروا لي الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، عشان يوصل لكل الناس ويستفيد مني كل الناس. وان شاء الله قناتي تعجبكم، واتمنى تعملوا لي لايك على وصفتي دي. وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أم يارا.